طيب كابتن، ايه الفرق ما بين اداء النادي الاهلي في السوبر واداء بعض اللاعبين اللي ممكن يكون ما كانوش ظهروا بشكل جيد، النهارده ظهروا بشكل جيد بالنسبه للنادي الاهلي، والفوز الكبير اللي انت شايفه اسبابه من وجهه نظرك؟ واحد، اللعيبه النهارده بعد مباراه اتحاد العاصمه نازله مركزه، دي رقم واحد. سيبك بقى من التشكيل، واحنا قلنا المره اللي فاتت التشكيل كان غلط، والتشكيل في يعني بيرسي تاو، عشان بس الناس كانت بتتكلم يعني بيرسي تاو كان نزل لما احنا قلنا ان لازم يلعب من البدايه ويبدا والكلام ده، لما بدا النهارده احرج الراجل ولا لا؟ احرج؟ لا هو مش كده. انا بكلمك لا على تحليلنا احنا. ان احنا لما قلنا كان لازم يبدا هو وقفشه ويريح الاثنين دول لغايه بس ما يشموا، بس يعني يشموا نفسهم بس، ويعرفوا يعني ايه النادي الاهلي وبطولاته وجماهيريته نظره فنيه. اوكي، واخد بالك؟ فهو يعني بيثبت وجهه نظرنا، واخد بالك؟ وبيحرج الراجل ان انت لما لعبه النهارده من نجوم المباراه الشوط الثاني وجايب جونين، واخد بالك؟ ولو ما اتصابش انا بقول لك كانت هيبقى في ثالث ورابع له، مش هو كده الاهلي كسبان قبليه واحد وهو جاب الثاني والثالث، هو اتصاب وخرج. لو ما اتصابش في اخر 5 دقائق دول 7 دقائق كان ممكن هدف تاني. يعني الراجل عدل شويه في التشكيل، عشان كده النهارده طبعا الكلام اللي هو اثير الفتره اللي فاتت ديت، الخناقه ما بين الشناوي وامام عاشور، ادت النهارده مردودها. ادت مردودها في ايه؟ ان كل اللعيبه مركزه وبتبين ان اهو ان احنا مفيش حاجه، وان احنا لا سمنه على عسل، ولا وكله يموت نفسه عشان نرجع نكسب المباراه اللي ايه. فكره ما كانش فيه خناقه ولا حاجه، يعني انا بتكلم يعني كان كلام حلو عادي اللغط، حلو اللغط ما بين اتنين لعيبه بعد كنتوا ماتش. بتزعقوا لنا زمان يا كابتن، يا حبيبي اصل بص هو كان اتنين لعيبه بيتكلموا مع بعض فعادي، يعني كلام عادي. الناس هاجت عليكم عشان قلتوا انتوا عادي، ما احنا يعني احنا اتعلمنا لما كان في لعيبه كبيره كانت بتزعق. تمام، ده وضع طبيعي طبعا. لان انت بتلعب على بطوله. انا فاكر كنت انت كابتن رضا، كابتن حسام كان بيرجع ايوه، لان احنا اتعلمنا. لا احنا اتعلمنا من ان اللي قبلينا طبعا. ان طبعا ده هزيمه كابتن، انت خارج من هزيمه ومتضايق لا، وان انت كمان بطوله سهله. بطوله سهله، المفروض ان انت لما هتعمل السنه دي البطوله دي تبقى رقم 6 تفرق كتير طبعا، واخد بالك؟ طبعا فهتفوقك. فانا بقول لك ان الراجل عدل شويه حاجات، مع العلم انا ليا ملحوظه هنا بقى. بس هو لاعب احمد نبيل كوكا، يعني ما استغربتش مشاركته لا استغربت على مروان عطيه مثلا. لا على مروان عطيه وعلى قفشه ماشي يعني. ما انا لسه كنت هاجي لك في دي. طب اتفضل. انت دلوقتي ما بداتش بقفشه الشوط الاولاني من بدايته قصدي. انا وضعي طبيعي ان انا اقلق في الماتش اللي فات بتاع المصري بتاع الكاس. المصري كان احسن من النهارده واخد بالك، فانا عامل حساب، فانا ممكن يكون مأمن بمين؟ بديانج وامام عاشور وكوكا. تمام، احمد نبيل كوكا، صح كده؟ تمام. فانا ممكن أأمن في نص الملعب عشان انا ايه ما يجيش فيا جون يدربك حساباتي واخد بالك. فانا ممكن العب بيهم. طيب انت لعبت بيهم ونجحت، وفعلا فرقه المصري ما راحتش، وفرقه المصري النهارده انا شايف ان الصفقات دي كلها مع كل الاحترام باهر المحمدي. يعني هتقول لي لسه بادي، مع الاحترام لباهر، بس باهر هو جزء كبير من سبب الهزيمه الكبيره. لا برضو. لا برضو. حتى لو كان موجود هو كان عنده حماسه زياده عن اللزوم. بغض النظر انا بكلمك في حاجه، ما هو موجود ودخل الجون الاولاني بالزبط. في الدقيقه 44 بالزبط. انت الشوط الثاني فرقه النادي الاهلي مفروض ان هي نازله تعزز، وبعدين المشكله ان انت مثلا تقول لي ايه الكلام دوت لو انت بتقول يا فاروق مثلا ايه ان هو كان طالع 0-0 الشوط الاولاني وما كانش فيه تواجد هجومي للنادي الاهلي. النادي الاهلي مضيع كام فرصه الشوط الاولاني كتير في وجود مين؟ باهر. فاذا كده هتخسر واخد بالك. فانت جيت جون في الدقيقه كام؟ 44 من الشوط الاولاني. الشوط الثاني هيفتح، ده على حسب بقى الرؤيه بتاعتنا ورؤيه علي ماهر ورؤيه. يفتح يا كابتن وناقص واحد. هو ما فتحش، هو ما عندوش حد قاعد بره عشان ينزل يسد الحته دي. ما رجع فيها اسمه عمرو موسى اللي هو بيلعب فيها بقاله كام سنه واخد بالك. بس الطوفان والنقص العددي في نص الملعب هو السبب في كل الكلام ده.
مع كمان مع الله يبارك له محمود جاد، حاجه ما شاء الله تفرح كمان، ساعد يعني الجون الاولاني مفروض ان انت الف في كوره الحارس المرمى. احنا اتعلمنا كده، ولغايه دلوقتي كمدربين بنقول للراجل لما تيجي تعمل بالبوكس يا تعملها في نص الملعب يا تعملها على جنب من الجناب، صح؟ ده عملها الرضا سليم على صدره وشاط، ورجع التاني امام عاشور صلح وشاط، واخد بالك؟ طب ما تطلع امسك. وبعدين على فكره ده كل الكور بيضربها بالبوكس، واحده برضه ضربها بالبوكس موديست ده ولا اسمه ايه؟ موديست ضيعها، واخد بالك؟ الحسنه الوحيده بتاعت موديست اللي هو راح انفراد وحطها وجت في رجله. لا لسه هنتكلم ونقيم. لا ما انا بقول لك دي الحاجه الوحيده اللي هو عملها محمود جاد. بعد كده لا الاهلي كان هيكسب، واضح ان هيكسب، تركيز، تشكيل كويس. بس هنا بقى انا بقول لك الملاحظه ايه بقى؟ ان انت في حد اتطرد يا فاروق. اشيل كوكا كتر خيره. انت قصدك تعديل في التشكيل على طول على طول. انا دلوقتي كسبان وعايز اكسب اكتر، واخد بالك؟ وفي واحد اتطرد بقى في نقص عددي، اشيل كوكا واقوم جاي منزل عايز تكسب اكتر من 4 طب وليه ما تكسبش 5 ماشي؟ انا ما عنديش و6 مشكله، بس 4 مع كل الاحترام طبعا يعني. ايوه، ما انت دلوقتي يا عم انا خسران بطوله الماتش اللي فات، فانا بقول لك او بدي رسائل للفرق اللي في الدوري ان انا مش هرحم حد، لان انا كنت الماتش اللي فات نازل بتراخي وواثق ان انا هكسب مليون في المية واي حد هيلعب هيكسبني والكلام ده. ادي رسائل يا عم، بلاش تجيب 4 5 الاداء يحلو، الايجابيه تبقى اكتر على الجون، واخد بالك؟ استحوذ بقى، انت في عندك نقص عددي، هو ده اللي انا بقول. وبعد كده احمد عبد القادر تنزله، وبعد كده هتلاقي هقول لك على حاجه. هو الاول مره النهارده اشوف كولر بيغير 5 مره واحده. ده في الدقيقه كام؟ ايوه لا يعني العدد نفسه انا بكلمك. لا انت عشان تبقى قاعد مدرب، عشان كده بقول لك ايه، ان هو انا مش يعني مش مديني اقتناع فني. المفروض الف ب كوره يا فاروق، واحد اتطرد وانت مستحوذ على المباراه. طب ما ليه ما نزلش واحد زي قفشه يلاعب الناس دي كلها؟ بدل ما اجيب 3 اجيب 4 و5 و6، بدل ما يا عم مش عايزك تزود اهداف، خلي الاداء يبقى في ايجابيه اكتر على الجول، في شكل ومستحوذ والكلام ده. اي نعم فرقه المصري ما راحتش والكلام ده، بس انا بقول لك دي حته تكتيكيه فنيه تعلي من رتم المباراه وتعلي من عشان نقول ان انت قاعد مركز صح، وان انت قاعد قاري الجيم صح، وان انت عايز بدل ما بتكسب 4 عايز تكسب 5 و6 والكلام ده.